ولا حياة ولا فادي. بس حاجة مثل الناس. شاءت دموع أم محمد أن تحكي عن حالتها الصعبة قبل لسانها. هي أم ل10 أطفال تبوح لنا عن قسوة الحياة التي قدرت لها الزواج برجل بسيط. رضيت بنصيبها، لكن احتياجات أطفالها اليتامى أثقلت كاهلها وآلمت قلبها لعجزها الدائم عن تنفيذ ما يشاءون. يا ريت أنا بتمنى يعني إن المي ترجع لي، الكهرباء، بدل ما ظني هيك يعني دار. يعني ابني يعني أنا بغدا والله في الليل خايف، يعني إذا طاح يعني على الحمام بخاف يعني إنه بيت الدرج يعني يهبط عليه ولا إشي، يعني خصوصا في المطر أكثر إشي بخاف في المطر. هذا بسأل فيه. أم محمد من قرية قراوة بني زيد شمال غرب مدينة رام الله مثال للأم الفلسطينية المكافحة، تسعى جاهدة إلى توفير ما تيسر لها من الشؤون الاجتماعية، تحرم نفسها وبالكاد تسد رمق أطفالها. طب أنا والله بحرم حالي بس عشان أولادي، بحرم حالي من أشياء كثيرة. بقول يلا والله بطلع على رام الله، والله ما يعني شو بدي أقول، بحبش أشتري شيء بوجهي، كل اللي بدي أشتري بوجهي أنا وأولادي. منزل مهترئ مقسم على 5 ورثة، آيل للسقوط في أي لحظة، تفتقر جدرانه الرحمة، ولا يعي الحجر بأن فيه 4 فتيات و6 فتية يتامى. ضايل شايفينها، هذيك اليوم ما شفنا بيت الدرج اللي هو يعني كان أفقي الولد هابط، يعني هبط منه شوي. وعندي فوق برضه نفس الاشي، الحيط برضه نفس الاشي، عندي الحديد مبين. يعني والله مرات بحط السطل عشان بصير ينقط يعني عليه. يعني والله لما تقضى مطر الدنيا مش يعني الواحد مستجيش يقعد على الدرج، لانه بخاف هاي اللي عنده تهبط. أجبرت الظروف الصعبة 3 من أبناء أم محمد على ترك المدرسة، وبقي الآخرون تحتضنهم المقاعد الدراسية، ومنهم مجد الطموح والحالم دوما أن يكون طبيبا ناجحا. دكتور إن شاء الله يا رب. هو من عنده هو صغير حرام يقول يمه نفسي خلص أنا دكتور، وكلمة توفى أبوه. ليش دكتور؟ عشان أعالج الناس. كل ما تحتاجه عائلة أم محمد أن تعيش في منزل فيه ماء وكهرباء، ذو جدران سليمة تحميهم من برد الشتاء وأفاعي الصيف، باحثة هي وأطفالها عن أمان تفقده العائلة في كل وقت. لزمن بريس، سما حرار.